اسمحوا لي احكي لكم انه هاي اطيب طريقه ممكن تسلقوا فيها الذره وتاكلوا ذره ولا اطيب من هيك. فلايك وشير احبائي. قبل ما نبدا بكون كتير ممنونه لكم. ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبدا. رفعت طنجرتي على النار وبدات اسلق بالذره عادي جدا، ومتى ما دخلت عندي بمرحله السوى رح اضيف شي 3 معالق كبار من الحليب. طبعا الحليب فيه سكر طبيعي ودسامه خفيفه، فبيعطي الذره نكهه اطيب واغنى، وسكر خفيف بتطلع معاكم ولا اطيب من هيك. الدسم والبروتين الغني بالحليب بساعد انه حبات الذره تكون معاكي اطرى واطيب. انسلقت معي لمده 40 دقيقه، بتقدروا اكيد تقدموها مع ملح شويه زبده، بتطلع معاكم ولا اطيب من هيك. لكن لو حبيتوا تنقلوا الطعم لمكان تاني، فبعد السلق بتقطعوها لارباع كيف ما شفتوا. بعد هيك بدوب معلقتين كبار من الزبده مع الملح والبابريكا او الفلفل الحلو، بحطها على كامل كميه الذره وبدخلها على الفرن شوي فقط من فوق شي ربع ساعه لتنشف معاكم شوي، وبقدمها مع اطيب صوص ممكن تكونوا جربتوه بحياتكم. فرح اضيف معلقتين كبار من اللبن الزبادي، مقابلهم معلقتين كبار من المايونيز، رح اضيف عليهم عصير حبه من الليمون واوريجانو، اي نكهه انتم بتحبوها وبتفضلوها. بدمج مكونات كتير منيح مع بعض، وبعد هيك بحطها بالثلاجه شي 10 دقائق ربع ساعه لتكون معاكم بارده وقت ما تقدموها مع الذره ساخنه. ويا جماعه شو بدي احكي لكم على طعمها اللي بشهي القلب. وهلا لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، وخبروني بالتعليقات رح تجربوها او بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.